السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين؟ للي ما يعرفنيش انا ساره دفعه 2023 تانية طب بشري. عايزاكم تركزوا معايا في الفيديو ده كويس جدا جدا جدا، خاصه قبل بدايه شهر 11 لانه هيفرق جدا في طريقه تعاملك مع المذاكره في الفتره اللي جايه، وعايزاك تعتبره زي خطوه ثابته كده على طريق نجاح طويل جاي. خلينا متفقين ان شهر 11 ده هو الوقت اللي لازم تبدا تتعامل فيه مع المذاكره بجديه اكتر. لازم ان انت تعرف تنظم وقتك فيه بطريقه احسن من غير ما يكون في تضييع وقت في حاجات ملهاش لازمه، حاجات انت مش محتاجها في الفتره دي. كل تركيزك الفترة دي لازم يكون مختصر كده في المذاكرة. لازم ان انت توجه نفسك وحياتك كلها دلوقتي للمذاكرة، لان انت هتدخل بعد كده على شهر واحد انت محتاج كل دقيقة وكل ثانية، وهتندم على كل حاجة انت بتضيعها دلوقتي. لازم في الشهر ده ان انت تقلل فيه التوتر، تقلل التردد، ان انت ما تبقاش متردد في كل حاجه بتعملها، ما تبقاش متردد وانت بتعمل جدولك، ما تبقاش متردد وانت بتحل سؤال، ما تبقاش متردد وانت داخل امتحان. واعرف ان انت قدامك وقت طويل جدا ان انت تعمل فيه حاجات كتير، بس بشرط ان انت تبدا من دلوقتي، مش من بكره ولا من بعده. ان انت من اول ما سمعت الفيديو ده واول ما قررت ان انت تبدا جد، فانت تبدا جد، مش تقول انا بكره هبدا. ابدا من دلوقتي، من الوقت اللي انت بتسمعني فيه ده. وافتكر دايما ان الاحلام الكبيره بتبدا بخطوات صغيره. اهم حاجه ان انت تكون مستعد وتبدا من دلوقتي. فيلا كده قوم جدد نيتك واستعين بالله وابدا معايا الخطه اللي انا هعملها لك. هعمل لك خطوات بسيطه جدا تمشي عليها في الفتره دي، وهتغير لك مسار دراستك كله، وهتغير لك مسار مذاكرتك كله بطريقه احسن وابسط واسهل تتعلم بيها ازاي تنجح في الفتره اللي جايه. لكن قبل ما ابدا معاك في الخطوات، اضغط لايك، سبسكرايب لو انت مش عامل سبسكرايب، واعمل شير كتير للفيديو ده عشان يوصل لعدد كبير من زمايلك ويستفادوا منه. ويلا بينا نكمل الفيديو. Please keep watching. اول حاجه لازم تعملها وهي ان انت تسترجع ثقتك بنفسك. عارفه ان كتير منكم في الفتره دي حاسس ان هو ما عملش حاجه، حاسس ان هو ضيع اول شهرين كده من غير ما يحصل منهم اي حاجه، ومن غير ما يكون راضي عن نفسه وهو بيذاكر. طيب عايزه اقولك ان ده عادي جدا، كتير منكم كده، بل اغلبكم كمان. عشان كده بقولك ان شهر 11 هو بيكون الفيصل كده ان انت تبدا فيه من جديد، وهو ده اللي بيخلي كتير منكم يعوض اللي فاتوا. بس بشرط ان انت تبدا من دلوقتي، وان انت يكون عندك اصرار ان انت هتكمل احسن، وتحاول تدي نفسك البوزيتيف انرجي ان انت هتقدر، وان انت تكون واثق من نفسك كويس جدا. تاني حاجة وهي ان انا عايزاك تقسم وقتك بذكاء. حاول في الفترة دي ان انت تبدأ تاخد حاجات مراجعات قديمة مع دروس جديدة. حتى لو هتراجع درس واحد كل يوم في المادة، ودي انا مش بقولك ان انت تحسب يومك بعدد ساعات معينة وتكون محدد عدد ساعات مثلا للدرس القديم، عدد ساعات للدرس الجديد. لا، انا بقولك ان انت تكون مقسم وقتك صح. الفكرة هنا مش في عدد الساعات، الفكرة في الكم اللي انت هتذاكره، وان انت تحس ان اليوم ملموم معاك، مش يوم عشوائي وكل حاجة فيه تكون محسوبة بالورقة والقلم. يعني انت اول ما هتصحى لازم تبقى محدد انت هتذاكر كذا في الوقت كذا، وهتعمل كذا، وهتسيب كذا لبكره. ما ينفعش ان انت تشتغلها باي لك كده، ان انت في اليوم تفتح الماده اللي تيجي في بالك وتبدا ان هي تذاكرها. لا، انت لو عملت كده ونظمت وقتك صح، هتلاقي ان اليوم معاك بقى بتحصل منه عدد كبير جدا، دروسك بتتقفل كلها، بتخلص في اليوم بتاعك، وكمان بتقدر ان انت تراجع على اللي فاتك. حصلت عدد كبير جدا من الحاجات اللي عليك من غير ما تحس، ومن غير ما تحس بضغط، ومن غير عشوائية. ثالث حاجة، طبيعي ان اي حد مكانك بيكون حاسس بالقلق والتوتر والخوف من السنة دي، وخايف من النتيجة، وخايف بيفكر في مليون حاجة في نفس الوقت، كلها خوف وقلق وتوتر. بس اللي مش طبيعي هي طريقة تعاملك مع الخوف والقلق ده. ما تخليش الخوف والقلق هم اللي يسيطروا عليك، حاول انت اللي تتحكم فيهم، وحاول ان انت توقفهم عند حدهم. اول ما تحس بالخوف والقلق وانت بتذاكر او انت بتعمل اي حاجه، قوم كده وخد نفس عميق، اتوضى وصلي ركعتين، واقرا ورد من القران بتاعك، وحاول ان انت تهدى. انت اصلا اوريدي هتحس ان انت هديت وبقيت احسن، توازنت، الخوف قل شويه، التوتر قل، اخدت بوزيتيف انرجي كده تلقائيه، وعاوز ان انت تكمل المذاكره بتاعتك بحماس وعادي جدا. رابع حاجه وهي مشكله الدي ان ايه والعضويه في الكيمياء. مشكلة الدي ان ايه في الاحياء والعضوية في الكيمياء حلها في ايدك، ان انت حاول تبدأ فيهم من دلوقتي. يعني مثلا لو قلتلك ان انت تقسم يومك نصين، نص هتراجع فيه ونص تذاكر فيه جديد.
انت ممكن بدل نص المراجعه دي اللي كده كده ممكن تبداه في شهر واحد عادي، ان انت تاخد بداله حاجه من الاواخر المنهج اللي هي بتترمى او مش بتترمى، بتبدا ان انت تهملها، بتتكروت في اخر شهرين، فما بتكونش، وهي مهمه جدا من الحاجات اللي بتيجي كتير جدا في الامتحان، فما بتقدرش ان انت تلمها كويس. فحاول ان انت تاخد الحاجتين دول زي مثلا دي ان ايه والعضويه في الكيمياء، وتحطهم مكان نص اليوم اللي هيكون فيه مراجعه. حتى لو انت هتعمل كده مثلا يومين في الاسبوع، يوم احياء ويوم كيمياء، بتاخد حاجات بسيطه من المنهج. الحاجات دي هتخليك ان انت لما تيجي مثلا تدخلوا مع المدرسين في شهر 1 ولا 2 في الاواخر كده، هتحس ان انت فاهم المنهج كويس، هتحس ان انت ملم بيه، وهتبقى عايز ان انت تراجعه، مش مستصعب مراجعته. خامس حاجه، طبعا انا كلمتكم كتير جدا عن طرق المذاكره وعن افضل حاجات تذاكر بيها، بس اللي اختصره في الوقت ده او في الفيديو ده هو ان انت تذاكر بكل حواسك، اسمع واتكلم واكتب. كل ده هيفيدك جدا، ان انت مثلا تشوف الصور وانت بتذاكرها خاصه في الاحياء، ان انت تكتب القوانين بايديك، ان انت تلخص مثلا الدرس. استخدم طريقه المايند ماب، حلوه جدا 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 وبتنفع جدا معاكم. لو انت مثلا بتستخدم طريقه الفلاش كورد في المذاكره، فدي حاجه كويسه جدا وبتفيد ناس كتير. كمان الالوان حاول تدخلها في مذاكرتك، والورقه والقلم، يعني دايما خلي معاك ورقه وقلم بتكتب الحاجات المهمه، بتكتب الملاحظات، بتكتب الحاجات دي، لان الموضوع هيفيدك جدا بجد، وهتحس ان انت وانت بتراجع فاكر المعلومات عشان انت استخدمت اكتر من حاسه وانت بتذاكرها. سادس حاجه وهي اهم حاجه، عايزاك دايما لما تحس بالقلق والتوتر والخوف وكل الكلام ده، ان انت تستعين بالله. مش تستعين بالله بس في الاوقات اللي انت بتحس بيها بكل المشاعر المتلخبطه دي، وان انت خايف ومتوتر وقلقان من النتيجه وكل الكلام ده، لا، عايزاك تستعين بالله في كل وقت في مذاكرتك. حاسس مثلا ان انت مخنوق من مذاكره، زهقان من مذاكره، مش قادر تذاكر، فامسك القران واقعد اقرا لحد ما تهدى. ده بجد هيفرق معاك جدا. ان انت دايما مثلا وانت بتذاكر بين كل جزء والتاني حاول ان انت تسبح، حاول ان انت مثلا تقرا ايه. كل الحاجات دي ممكن تبان ان هي بسيطة، بس فعلا بتفرق جدا جدا معاك في نفسيتك وفي حياتك، مش بس في ثانوية عامة، في حياتك عموما. لو عملت كده بجد هيفرق معاك الموضوع جدا. هتحس ان انت بقيت اهدى، بتاخد الامور الحياتية عموما بسلاسة وبهدوء، من غير ما تتعصب ومن غير ما تزهق وتتخنق، وان انت تقول انا مش قادر اعمل حاجة، مش قادر احقق حاجة. كل الحاجات دي هتحس ان هي بتمر عليك بسهولة كده. من الحاجات المهمة كمان ان انت تحط دايما طموحك قدامك، تحط هدفك وحلمك قدامك، حاول ان انت بتسعى علشانه بعد استعانتك بربنا طبعا، وبعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى، ان انت تحط حلمك قدامك وهدفك قدامك. ده هيديك باور وبوزيتيف انرجي رهيبة وانت بتذاكر. بجد هتفرق معاك جدا لو حطيت الموضوع في دماغك، مش تخليه يأثر عليك بالسلب، لا، احنا عايزين الجزء الايجابي اللي بيحفزك والجزء الايجابي اللي بيديك باور كده ان انت تكمل. وطبعا طبعا طبعا مش هوصيكم ان انتوا التليفون والموبايل ابعدوا عنهم تماما، السوشيال ميديا متقربوش منها في الوقت ده. حاولوا بقدر الامكان كل الحاجات دي تتقلل دلوقتي، بلاش تضيع وقت عليها. انت في حاجه لكل دقيقه وكل ثانيه بجد في الوقت ده. الوقت ده في شهر 11 ده الوقت الفيصل زي ما قلت لك، بينك وبين اللي هيطلع مثلا الاول على الجمهوريه، بين مثلا الانسان اللي مش هيحقق حلمه، طبعا كل ده بعد توفيق ربنا، والانسان ان هو هيكون حاجه ويحقق حلمه وكل حاجه هو عايزها. الوقت ده هو الوقت الفيصل ان انت تبدا وتكمل وتعافر عشان توصل لحلمك، وتكون مركز على هدفك، علشان هو ده اللي انت عايزه وهو ده اللي انت بتسعى عليه 13 سنه تعليم تقريبا. انا عارفه ان الوقت ده عليك صعب، وعارفه ان الموضوع كبير والحمل كبير عليك، بس عايزاك تفتكر دايما ان كل تعب بتتعبه دلوقتي هيجيب معاك نتيجه عظيمه بعد كده. طبعا مفيش حاجه عظيمه اكبر من انت تحقق حلمك. حاول ان انت تكون صبور، حاول ان انت تكون اهدى زي ما قلت لك، وقلت لك بالطرق بتاعتها كمان. افتكر دايما ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. خليك دايما عارف كل حاجه بتعملها النهارده هتشوف نتيجتها بعدين، وهتشوفها وانت مبسوط ومرتاح نفسيا ان انت عملت اللي عليك ولقيت اللي انت عاوزه. اهم حاجه تدعوا دايما وتستعينوا بالله زي ما قلت لكم. بس كده ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان هو يكون فاتكم. لو في عندكم اي مشكله طبعا اكتبوا لي في الكومنتس، وبحاول ان انا ارد عليكم بقدر الامكان. بس اعذروني لو في حاجات ما ردتش عليها بسبب ضغط المذاكره والكليه وكده، فعشان كده ما بقدرش ان انا ارد بسرعه، لكن بحاول ان انا ارد على مشاكلكم في فيديوز مخصوصه. فحاولوا ان انتوا تتابعوا كل الفيديوز الجايه لانها مهمه جدا. و thank you for watching. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وربنا يوفقكم جميعا يا رب.